عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم مجددا في واحد الفيديو جديد ان شاء الله على قناتكم نادية باتشي. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الوصفه اللي انا بنفسي يعني تشهيتها مده هذه ما درتها، اللي هو الفول مشرمل. هذا ماشي وقت الفول يعني الفريش اللي كيتباع في السوق، فانا كاين عندي هذا اللي كيتباع في الكونجيلاتور، يعني مكونجلي مقاد، كيكون على طول السنه يعني في بعض المحلات السوبر مارشيات. هنا في ايطاليا كيكون في ديسكاونطات بزاف، كيكون حتى في كارفور كنظن، كاينين في يعني العديد ديال المحلات، في اينس، في ايروسبين. يعني كتلقى هاد البوستينه هذه ديال فيها 600 غرام ديال الفول، يعني كتكون في الجنب ديال الجلبانه كتكون معاها. تشريوه وديروه في الكونجيلاتور وقت ما بغيتو ديروا شي وصفه كيكون موجود عندكم، الا ما كانش الوقت ديال الفول هو هذا. المهم باش ما نطولش عليكم، جبت الميكه ديال الفول. بغيت نصايبو البارح واكتشفت بان المصير ما بقاش عندي قاده، فقررت انني نصايب المصير انا بالطريقه يعني الكلاسيكيه المغربيه. راه صايبته البارح وراني عصرت فيه غير حامضه وحده. هاد السائل اللي كتشوفوا راه ماشي الماء، هذا راه غير السائل ديال يعني تاع السيترون او تاع الحامض. يعني خديت، راه غادي تشوفوا الفيديو غادي ننزلو لكم. خديت هذا الحامض هذا اللي القشره ديالو صالحه للاكل، يعني ما فيهاش مواد اللي يعني مضره بالصحه. في الاول بقيت كنضيف وكانوا باقيين يعني صاينين باقيين قاصحين، كانوا يعني واخدين ليا واحد المساحه في هاد القرعه هذه. من بعد اليوم شفتهم رطابوا، فانا ضفت وحدين اخرين، ضفت واحد 3 ديال السيترونات اخرين، وهانتوما كتشوفوا راني زدت عليهم غير عصره ديال سيترونه وحده. شوفوا شحال تاع السائل كاين تبارك الله. انا راه ما ضفت لا ماء لا والو، اصلا هاد السيترون راه كان ناشف، غسلته ونشفته عاد قطعته وزدت عليه الملحه ودرتو في هاد القرعه. ان شاء الله دابا رانا دايره في يعني في مكان مظلم، غيبقى تما حتى يرطب، راه بدا كيرطب ديجا، يعني راه غير ما كاملاش حتى 48 ساعه، ما كاملاش وراه رطاب. المهم دابا هاد المسير نقدروا نستعملوه بخاطري، لان انا موجده الاخر ان شاء الله غادي يوجد يعني في وقت وجيز. غادي نحتاج بطبيعه الحال هاد الوصفه ديال الفول المسير والثومه والقزبور، غادي نمشي نقطعو دابا من الجرده وصافي. هادشي اللي كاين، الزيت البلديه وغنوريكم الطريقه علاش جبت هاد اللعيبه هادي. علاش باش غنديروا هاد الوصفه ديال الفول المشرمل. خليكم معايا باش نقطع الربيع ونجي. اول حاجه غادي نديرها بطبيعه الحال هي غادي نضيف الماء باش نديرو يغلي يطيب. نديرو الماء ديالنا باش يغلي هنايا، ومن بعد غادي نستف هنايا الفول ونديرو يطيب. انا الفول عندي ديجا مشقق، الا ما كانش مشقق راه ساهل، يعني كتشدي غير الموس هكذايا وكتكيه بهذه الطريقه هذه، يعني كتقبو بهذه الطريقه. شوف واش باين ولا ما باينش، يعني كتشدي هكذايا الفوله هذه وكتقبيها هكا بالموس. يعني راه ساهله، ماشي شي طريقه صعيبه، تقدري تخدميها هكذا. ولا بغيتي تسهلي المأموريه غير كتسرحيهم في واحد البلاطو وكتبداي بالموس يعني كتكيهم وحده على مورا الاخرى. يعني تنوريكم كيفاش. مثلا شوفوا واش باين، ما باينش، انا غندير في الجهه الاخرى. بون غادي نحط دابا شويه تاع الفول هنايا. اوكي، الفول راه باقي عندي مجمد شويه كيف كتشوفوا. غادي نبدا نتقبهم وحده مورا الاخرى هكذايا بالزربه، واللي تقبتها غادي نحيدها ونحطها يعني في الاناء اللي غادي نطيب فيه. واش باين ولا ما باينش؟ المهم باش تفهموا، باش تجي الطريقه شويه سهله وسريعه. يعني كتشدي الموس وكتبداي ديري بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا، كتقبيه هكا. يعني هاد الطريقه راها سهله وسريعه
ومنها الفول ما كيطرطقش يعني وما كيتحيدش له الجلده ديالو. ممكن انك يعني راكم فهمتوا بانني بغيت نفور واحد شويه، واحد ربع ساعه يعني 15 دقيقه. ممكن انك تشريه من السوق فريش يعني جديد وتتقبيه هكذايا، تفلحيه واحد شويه. نتوما كتشوفوا راه تفليحه صغيره، ومن بعد تفوريه يعني طيبيه على البخار واحد ربع ساعه، وتحيديه تقطريه واحد شويه وتخليه ينشف واحد شويه، وتدخليه الكونجيلاتور ويبقى عندك انت المده اللي بغيتي. راه طيب نص طيبه، من بعد كتجبديه في الوقت اللي بغيتي وكتطيبيه. يعني يمكن ديري به شرموله كما بغيت ندير دابا، اولا طيبيه مع اللحم، ممكن تضيفيه على الطويجنات. يعني طرق كثيره باش كنطيبوا الفول. هذه هي الطريقه كما كتشوفوا. يعني راه انا دابا مع التصوير والهضره ما كنسربيش، اما نورمالمون راه كنبقى غاديه هكذا بالزربه حتى كدوز الفول كامل. كيف كتشوفوا، الا كتشوفوا ما عارفاش واش كيبان ولا لا. هانتوما كيف كتشوفوا كنبقى غاديه بهذه الطريقه. عندكم تجرحوا راسكم. صافي كنبقى على غادي بهذه الطريقه حتى نكمل هذا الفول كامل نفلحو، ومن بعد كما قلت لكم غادي نستفو في هاد الطاوات هادو وغادي نديرهم يطيبوا على البخار، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله 15 دقيقه ماشي اكثر. صافي كيكونوا طابوا ديك نص طيبه، ومن بعد غادي نطيبوهم يعني مع الشرموله ديالهم. نشوفكم من بعد. ودابا ملي الفول ديالنا راه كيطيب باقي ليه تقريبا شي 2 دقائق، انا غادي نبدا نوجد في الشرموله. غادي نستعمل المهراز، ممكن تستعملوا مولينيكس اولا غير هكا تقطعوه بالموس. غادي نحتاجوا الثومه، غادي نحتاجوا الربيع اللي هو القزبور المعدنوس، والمصير. انا كنت غندير غير واحد ولكن غندير دابا جوج ان شاء الله ما حد يحوش. اختك في الدم راه صايبات المصير. المهم دابا غادي نقطع المصير والثومه والربيع وندقهم في المهراز، ومن بعد نوريكم الطريقه من بعد ان شاء الله.